طبعا انا هحاول ان انا افتح الدiscussion بعد يعني بعد ما نخلص شرح باذن الله. لو اي حد محتاج اي حاجه ممكن يتواصل مع ميجا فيرس او يتواصل معايا من خلال ميجا فيرس. ممكن نعمل جروب في لو اي حد عنده استفسار او اي حاجه نجاوب عليها، يعني مفيش مشكله. فهو موضوع سرعه الشرح ده عشان بس ان المحاضره فيها شويه معلومات كتير، وعايز على قدر المستطاع ان الناس تبقى خارجه من المحاضره ملمه بس بالموضوع، عارفه ابعاد الكين اكس فين هي ممكن تشتغل فيه ولا لا يعني. طيب عندنا احنا في مجموعه من السنسورز برضه بتبقى موجوده معانا، من ضمنها زي البريزنت سنسورز. في فرق بين البريزنت سنسور والموشن سنسور. الموشن سنسور ده بيعتمد على ان في حركه، في شخص بيتحرك، على الاغلب بيستخدمه في الكوريدورز. اما البريزنت سنسورز لا، بيعتمد على الاشعاع الحراري، وده مثلا ممكن نستخدمه ان احنا مثلا في حاجه زي البيد رومز. يبقى موجود عندي بريزنت سنسور بحيث ان لو في شخص مثلا نايم او حاجه، الاناره مثلا بنشغل الليفل بتاع الاناره بليفل مثلا معين 10%. فالليفل بتاع الاناره ده لو مثلا احنا حاطين موشن سنسور خلاص مش هيحس بشخص، مش هيحس ان في حد نايم، لان طبعا مفيش حركه موجوده في المكان، فهيبدا يفصل مثلا النور عليه. طيب الحل في الحاله زي كده ان احنا بنبدا نستخدم بريزنت سنسورز. وبريزنت سنسورز دي بقى برضه في منها اشكال وانواع. في منها برضه بيبقى باين، في منها برضه ما بيبقاش باين، بيبقى فوق سقف السائط، يعني بيبقى مخفي ومحطوط فوق سقف السائط. بيعتمد على الثيرمال راديشن كبريزنت سنسور، وبيعتمد على المايكروويفز اللي هو مثلا حاجه محطوطه فوق السقف ما بتبقاش باينه يعني. فبالنسبه للسنسورز فعلا كل مصنع في عنده رينج كبير من السنسورز، لدرجه ان كانت في مشاريع، مثلا المشاريع اللي بتبقى موجوده في العالمين الجديده في مصر، الكومبيتيتورز، يعني كان في تو كومبيتيتورز من غير ذكر اسماء. حرفيا رينج السنسور اللي موجود عنده هو بيفرق ان هو ممكن ياخد المشروع ولا لا، لان المشاريع دي بارقام كبير وارقام ضخمه. فلو انا مثلا عندي الكفرج اريا بتاعت السنسورز دي في المنطقه اللي موجوده تحتيها في الكوريدورز مثلا، في الموشن سنسورز 6 متر والتاني 6 متر ونص، لا ممكن اللي ياخد المشروع اللي عنده 6 متر ونص مثلا كفرج اريا. ليه؟ لان ده هي امباكت في الكوست، هي امباكت في سعر الحاجه، هي امباكت في المشروع، هي امباكت في حجم عدد السنسورز او في كميه عدد السنسورز اللي موجوده في المكان. فهيفرق جامد جدا في البي او اللي هيطلع في الاخر، او امر الشراء بتاع المشروع او امر التوريد يعني. برضه احنا عندنا برضه من ضمن الديفايسز الموجوده في الكينكس الاي ار سنسور، او الاي اسف الاي ار ايميتر. ده لو انا عندي تكييفات مثلا سبليت او حاجه، ممكن اجيب الاي ار ايميتر ده وابدا ان انا خلاص، ما دي بتبقى كانها مكان الريموت، وابدا اربط مثلا عندي الفيلا يبقى موجود فيها سيرفر، اقدر من خلال الموبايل ان انا اتحكم في التكييف، اعلي ده، اشغل درجات الحراره، اطفي، اعمل مثلا سكيدولز، كل حاجه من خلال او من ثرو الموبايل ابلكيشن يعني. الاي ار ده ميزته ان اي حاجه موجوده عندي فيها اي ار اقدر استخدم فيها الاي ار ايميتر ده، لان ساعتها انا ببدا اعمل حاجه اسمها ليرن الكودز. يعني ببدا انا مثلا اجيب ريموت بعمل يعني في حاجه اسمها اي ار ليرنر كده، ببدا ان انا الريموت ده بيخرج بتردد معين باكواد معينه، فببدا اعمل حاجه اسمها ليرن من غير ما نخش في تفاصيلها. الموضوع مش معقد يعني. المهم ان اي حاجه اي ار موجوده عندي على مستوى المشاريع الكينكس اقدر انا اجيب لها الجهاز ده واقدر انا اتحكم فيها. الاي سي جيت ويز، لو انا بقى مثلا عندي في شركه مثلا مصنعه مشهوره جدا اسمها انتسيس، بتعمل تقريبا، هي متخصصه في الاي سي بس، يعني معظم الحاجات اللي هي بتعملها اي سي جيت ويز كتير. فانا عندي ان مثلا البارت نمبر بتاع التكييف اللي موجود عندي، سواء مثلا كان تكييف كونسيلد في ار في او في ار اف او فانكول يونت يعني، ببدا ان انا اشوف البارت نمبر بتاع الاندور يونت، وابدا اشوف الجيت واي الكومباتبل معاها. دي فكره برضو من ضمن الحاجات اللي انا بقول لك، ان انا عندي الجيت واي اللي بتبقى موجوده ما بين، بتحول ما بين اللغه اللي التكييف شغال بيها عادي جدا الى اللغه اللي شغال بيها او البروتوكول بتاع الكي ان اكس. فدي فكره ان انا ليه الكي ان اكس بقى عنده فيه جيت ويز كتير، وفتح المجال انه يبقى عندي فيه مصنعين كتير موجودين عندي في المجال، لان ده طبعا بيدي قوه للمجال. وطبعا اكيد يعني ككي ان اكس على مستوى الفتره والتانيه هتلاقي ان في نيو برودكتس بتبدا تظهر، هتلاقيها عندنا في كده هوريه لك برضو. عندنا برضو الدي ام اكس جيت واي. احنا عارفين طبعا المباني الكبيره والحاجات دي كلها بيبقى في ضمن نظام التحكمات بتاعه الاناره حاجه اسمها دي ام اكس كنترولرز، والحاجات دي كلها بتبقى شغاله ببروتوكول معين. فاحنا عندنا الدي ام اكس ده ممكن براند اسمه انتيرا. البراند ده بيعمل انتجريشن ما بين الدي ام اكس وما بين الكين اكس. يعني انت لو عندك مثلا في فندق ولا حاجه موجود بالسيستم كين اكس، ممكن ان انت تجيب الجيت واي دي وتحول ما بين الكين اكس والدي ام اكس وتربطهم كلهم على سيستم واحد موجود عندك في المنزل، اسف في الفندق. وممكن في الفندق تبقى عندك كمان
مثلا السيستم بتاع التكييف او الكنترول، مثلا البي ام اس اللي موجود عندك باك نت، فتجيب الباك نت جيت واي تربطها ما بين الكي ان اكس وما بين ما بين البي ام اس. يبقى انت عندك الدي ام اكس جيت واي رابطه ما بين الدي ام اكس والكي ان اكس، وعندك الكي ان اكس رابطه او عندك الكي ان اكس مربوطه مع الباك نت عن طريق الباك نت جيت واي. طبعا برضو عندنا هنا حاجه اسمها الانرجي ميتر، والانرجي ميتر ده بيقيس لك الباور كونسومشن اللي موجود عندك في المنزل، سواء انت عندك مثلا سنجل فيز او 3 فيز. التوتال ديماند اللي موجود عندك، اسف، البيك اللي موجود عندك مثلا اثناء فتره النهار او اثناء فتره استخدامك انت ل يعني للطاقه اثناء في يعني في المنزل، سواء في اثناء مثلا انت موجود او في اجهزه مثلا معينه بتستهلك طاقه معينه وانت مش موجود، تقدر تاخد منها قرايات الطاقة اللي موجودة عندك في المنزل. عندنا ديمنج اكتويتر. طبعا الديمنج اكتويتر احنا قلنا ان في يونيفرسال ديمنج وفي 1 تو 10 او 0 تو 10. فطبعا احنا على حسب اللايتنج اللي موجوده عندي اون اوف ديمنج دالي، اقدر ان انا اعمل كنترول واقدر اعمل ربط مع الكي ان اكس. عندنا باينري انبوتس، لو انا مثلا على سبيل المثال عندي غرفه مثلا حاطط فيها مثلا كونفنشنال سنسور عادي جدا. الكونفنشنال سنسور ده ممكن اخده على الباينري انبوت، بحيث ان لما السنسور يبدا مثلا لا قدر الله حس بحاله حريق او حس بدخان او اي حاجه، يبدا يبعت على الباينري انبوت، والباينري انبوت دي تبدا ان انت تدخل لي على الكائن اكس، تجي لي اشاره التليجرام، تجي لي اشاره الالارم لو انا عندي سايرن او عندي اي حاجه ببدا ان انا اعملها. مثلا برضو لو انا على سبيل المثال على من ضمن تطبيقاتها، لو انا عندي باب منزل، باب المنزل ده انا حاطط فيه مثلا ماجنتيك كونتاكتس، بتبقى نقطتين كده، واحده على الباب وواحده على حلق الباب او على اللي هو الفريم بتاع الباب. لو الاثنين دول مش على بعض تمام خلاص، يبقى انا هتبدا تبعت لي اشاره ونوتيفيكيشن على الموبايل ان انا هم ان الباب مفتوح. طب لو الاثنين على بعض خلاص هتبعت لي. طب دي بتتعمل منين؟ ده بيبقى ماجنتيك كونتاكت عادي جدا، بيتجاب على باينري انبوت، يتوصل عندي على السيستم ويبدا يشغل لي النظام عادي عندي جدا، وابدا اجيب النوتيفيكيشن. طيب لو انا مثلا عندي دور سترايك او اي حاجه مثلا موجوده برضه عندي على المنزل، عايز اشغل افصل وحاجات زي كده، برضه ممكن من خلال الباينري انبوتس. يعني كل سيستم او كل حاجه موجوده في الكي ان اكس اقدر ان انا استخدم وانوع زي ما انا عايز، نتيجة ان انا ممكن اكون شغال باكتر من براند، عندي اكتر من فيتشرز موجودة في اكتر من ديفايس. موضوع رهيب فوق الوصف. يعني الكيباد طبعا احنا شرحناها، دي من ضمن اقل الحاجات اللي موجودة عندي في سيستم الكينكس، عشان اقدر اكون او اسف بقى، يعني هنعمل كينكس سيستم من خلال، او هنعمل اوتوميشن، يعني اوتوميشن مثلا في المنزل من خلال الكينكس بروتوكول. فانا هقدر استخدم كيباد مع باور سبلاي مع سويتش اكتويتور، ده الاقل حاجه موجوده عندي. الكيباد طبعا احنا عارفين بيبقى فيه منها 1 جانج 2 جانج 3 جانج 4 جانج. الفكره كلها ان الجانج ده بيكون مثلا عندي، يعني احنا عارفين في الكونفنشنال بيبقى عندي مثلا زرار ادوس من هنا مثلا ينور، ادوس من الناحيه التانيه يطفي، وهكذا. دي في الكونفنشنال عادي. بس احنا عندنا هنا في الجانج، احنا عندنا هنا هي الناحيه التانيه رأسي، احنا عندنا هنا افقي. فخلينا ازوم لك عليها. مثلا كل جنج من دول انا مثلا ممكن اخلي دي اون، اخلي دي اوف عادي، ممكن اخلي دي اون بريس واون وبريس تاني اخليها اوف عادي مفيش فيها مشكله. ممكن اجيب الكيبات دي مكتوب عليها، ممكن مثلا هنا ده اللايتس واللامب بلايند، ممكن اجيب مثلا هنا ده ليفنج ده انترنس. يبقى دي مثلا هنا انا في الحاله هنا عندي ده كده جنج، ده كده كده ده كيباد فور جانج. فانا عندي الجنج الاولاني بستخدم للداون لايتس، عندي واحده هنا اون واحده هنا اوف. عندي كذلك اللي هو الباد لامب، عندي البلايند ده اب وده داون. طيب عندي هنا الليفنج ده ممكن هنا ده كده بريسنج اون بريسنج تانية اوف، وهنا كذلك ايه الانترنس. طبعا بيبقى عندي برضو في لمبات بتبقى موجوده فيها فيدباك، بتبقى بتنور حاجه معينه لو في اون، الناحيه التانية لو في اوف، او لو انا عايز افصلها خالص. بيبقى عندي برضو حاجه تانية اسمها كيباد والسيرموستات. طبعا لو انا مثلا عندي نظام تكييف مثلا موجود في غرفه ولا حاجه، ومش عايز مثلا احط شاشه مكان ما بستخدموش كتير، ليفينج ولا حاجه، عندي تكييف مثلا واحد، فممكن اجيب كيباد مع سيرموستات. طيب ممكن لو انا مثلا عندي ثلاث مكيفات في مكان، فمش هعرف اجيب ثلاث كيبادات مع ثلاث سيرموستات، لان الموضوع هيبقى رخم جدا الصراحه يعني، وهيبقى شكله مش لطيف. لا اجيب ساعتها شاشه واجيب الجيت ويز اللي موجوده عندي، لان اصلا كده كده الكيباد هحتاج اجيب معايا جيت ويز. فبدل ما يكون عندي كل كيباد مثلا من دول مثلا بتستخدم اون اوف فان سبيد كولينج والحاجات دي كلها، والباقي يعملوا لايتنج، يعني مثلا دي 5 جانج والثرموستات. فانا مثلا هنا عندي ده الاون اوف، ده السبيدز، ده الكولينج والهيتنج والحاجات دي كلها. فانا الاقي عندي مثلا اللي باقي لي حوالي اتنين او اتنين جانج، الاثنين جانج دول هعملهم اون اوف. طب انا اجيب شاشه، الشاشه هتبقى اوفر لي بالنسبه لي كتير
كبير جدا يعني، من ضمن الحاجات اللي برشحها. ممكن ساعات سعر الشاشه يكون اغلى شويه ممكن، بس مقارنه بان انت هتاخد كل الفيتشرز اللي موجوده دي اسهل بكتير، خاصه ان انت الشاشه ممكن تقسمها بيجز، ممكن تجيب على الشاشه الواحده اكتر من مكان موجود عندك، مثلا تسوبرفايز على الغرفه بتاعتك، على غرفه الاولاد، مثلا على الاوت دور لايتنج، الحاجات دي كلها. برضه عندي البريكنج جلاس ديتكتور ده من براند اسمه ساتل. لو انا عندي مثلا لا قدر الله حاله سرقه ولا اي حاجه، الازاز بمجرد ان هو يتكسر، الازاز طبعا لما بيجي يتكسر بيتكسر بتردد معين، فالتردد المعين ده هيشغل الديتكتور، هيبدا خلاص يسنس ان في حاله كسر زجاج، يبدا ان هو يشتغل مع السايرن تلقائي من غير ما يرجع لي هنا. دي حاجه من ضمن الروعه بتاعت الاوتوميشن. الكين اكس ار اف انا يعني شرحتها لكم كده من شويه، قلت لك في شويه حاجات كده هنيجي نتكلم عليها في موضوع الكين اكس، اللي هو امتى يعني انا بستخدم كين اكس ار اف. مش هتلاقي مشروع من البدايه انت مستخدم كين اكس ار اف. الكين اكس ار اف بتستخدمها امتى؟ لو انت عندك مشروع اوريدي قائم موجود، مفيش امكانيه لتمديد كابلات تاني، مفيش امكانيه لتكسير، مفيش امكانيه لعمل اي حاجه، ساعتها ان انت تروح تجيب الكين اكس ار اف. طبعا في حاجه بيبقى عندك بيبقى موديولار كده اسمه ار اف، شبه جهاز اللاسلكي كده، بيبقى موجود بتحطه عندك، ويبدا ان هو ياخد من الكين اكس، بتوصل على اخر نقطه موجوده عندك في الكين اكس باص، ويبدا ان هو خلاص بقى يطلع الار اف فريكوانسيز بتاعته يعني. ده من ضمن يعني اشهر الديفايسز اللي موجوده عندي ان انا اقدر استخدمها. حاولت على قدر الامكان ان انا انوع لك من براندز كتير، بحيث ان انت تبقى شايف ان الكين اكس مش حكر على براند معين وانا شغال براند معين. فكره قوه الشركات بترجع ان انا اقدر اشتغل في تنوع كبير جدا. طبعا ده هنا عندي ده لينك أنا كنت حاطه لك من ضمن الحاجات، ان احنا بنبدا كل فتره الكين اكس بتنزل برودكتس جديده. يعني مثلا ده برودكت فور ذيس مانث، ده شاشه من انتيرا. طبعا انت ممكن برضو تخش ايه، تبص على الشاشات بتاعتهم الاي اكس 4. دي من ضمن الحاجات الحلوه صراحه. انتيرا عندها برودكت رينج كويس. في معظم الشركات بيبقى عندها برودكت رينج جميل يعني، مش بماركت لحاجه معينه، ولكن على سبيل المثال انا بقول لك من ضمن الحاجات اللي انا شفتها واتعاملت معاها. مثلا ده برضو براند تاني بيك بي اي اي، مش عارف صراحه، اول مره اشوفه ما اتعاملش معاه نهائي خالص، وما شفتوش في الشرق الاوسط خالص. دي برضو شاشة موجودة عنده. ده برضو كينكس تاتش سكرين، انت ممكن تقدر تتحكم فيها. في برضو من ضمن الحاجات مثلا ده بين، ان انت برضو دي ديتكتورز، ممكن تخش تشوف الديسكريبشنز بتاعته والويب سايت والحاجات دي كلها. بس دي كده نيو برودكتس. برضو ممكن تخش من خلال كل حاجة موجودة عندك مثلا هنا في في اللينكس دي كلها. يعني مثلا هنا ده بلايند شاتر اكتويتر، احنا كنا لسه بنتكلم عليه من شويه، بتاع اي بي. مثلا ده حاجه اسمها ايرزون، حاجات مثلا مع موضوع التكييفات الفي ار في. مثلا ده موشن ديتكتورز برضو، مش عارف تقريبا حجمه صغير جدا، تقريبا مش هتقدر تشوفه يعني بعينك يعني ممكن يكون صعب الملحوظ. فدي من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تخش بقى. مثلا هنا ده بي اس برضو براند اتعاملت بيه في شركتي يعني، شغال فيها حاليا. آه، ففي اكتر بقى من حاجات هنا برضه ممكن تخش فيها. مثلا ده كنترول فور، واحنا عارفين ان كنترول فور اصلا من ضمن الشركات اللي ليها بروتوكول كلوزد بروتوكول، وبقى فيها انتجريشن مع الكي ان اكس. ففي بقى مجموعه حاجات كتير. ده اليوسيز، ده برضو البراند اللي قلت لك عليه، في جيت واي بتعمل انتجريشن ما بين البي في سيستم كسولار سيستم والكين اكس. فطبعا انت ممكن تخش تبص كده شويه في الحاجات دي كلها يعني. برضو عندنا كان في كام حاجه. كان في هنا برضو ده فايل حلو لذيذ صراحة تبع الكين اكس اسوسيشن، كان بيتكلم على موضوع ربط التكييفات او الاتش فاك يعني مع الكين اكس. طبعا احنا مش هنشرح فيه يعني، انا حبيت بس اوريه لك عشان تبقى شايف ان في سورسز كتير ان انت ممكن تدور على معلومه خاصه بموضوع الكينكس. لان طبعا الكينكس يعني اول ما بدات اتعلمه صراحه في 2019 كان الموضوع مفيش سورسز كتير. حتى كورس الكين اكس بيزك كان غالي جدا، فالموضوع كان صعب. انما دلوقتي لا، الموضوع خد تطور، لان الكين اكس ابتدى ينتشر بصوره رهيبه جدا في الشرق الاوسط وفي مصر طبعا. هو كان منتشر في اوروبا من قبل يعني 2019 دي، عندي فترة طويلة، وفي حاجات
رهيبه جدا كانت بتحصل هناك يعني من خلال الكي ان اكس. ولكن دلوقتي بقى ابتدى يبقى في ديماند في الكي ان اكس من ضمن مثلا حاجه زي دوله الامارات، بقى في من ضمن البروتوكولات المباني انها لازم يبقى فيها لايتنج كنترول عشان الانرجي افشنسي والحاجات دي كلها، فبقت دي حاجه مندتري ما فيش فيها اي كلام. طبعا مثلا انا هنا عندي لو انا هعمل individual روم تمبريتشر كنترولر، الحاجات اللي أنا مثلا ممكن استخدمها عندي في نظام التكييف. لو انا مثلا عندي هنا راديتورز والحاجات دي الاندر فلور هيتنج، الحاجات دي برضو هتلاقيها برضو موجوده شويه في كورس الاتش باك. تمام، يعني كل كورس الاتش باك كان من ضمن الكورس بتاع الادفانسد، ولكن بعد كده فصلوا الاتش باك في كورس لوحده يعني. بعد كده ده فان كويل الكنترولرز. لو انا مثلا عندي هنا عايز اعمل انرجي جنريشن ديستريبيوشن سيستم، هتلاقي فيه شويه حاجات هنا برضو الفي الفاريبل فوليوم فلو كنترولرز قصدي. فانت هتلاقي شويه حاجات هنا موجوده حلوه جدا بتتكلم، لو انت مش متخصص في الكي ان اكس هتلاقي برضو يعني عندك في شويه حاجات دي برضو من ضمن الاي ار الميترز اللي موجوده من انتسيز اللي أنا قلت لك عليها، شركه متخصصه في موضوع الجيت ويز للتكييفات. فده برضو من ضمن الفايلز الحلوه، 28 ورقه بس حرفيا هيفيدوك جدا يعني. 28 مش كتير، ممكن تطبعهم وتعمل هايلايتس على حاجات من عندك هتفرق معاك انت جدا يعني. فخلينا نقفل ده بس كده ونرجع ايه للموضوع بتاعنا.